السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ايه رأيكم بقى في العيش ده؟ في ناس بتقول عليه العيش الشامي، وفي ناس بتسميه عيش المطاعم. شايفين ما شاء الله العيش منفوخ وطري وحلو ازاي؟ من غير مطرحة ومن غير رح. ايه رأيك؟ هاتي شوية دقيق وشوية خميرة وتعالوا نعمله مع بعض، يلا بينا. اول حاجة بنشط الخميرة، بحط عليها معلقة من السكر وشوية لبن وبركنها قد 10 دقايق. بقلب الخميرة والسكر مع بعض يا جماعة واركنهم شوية. دول 2 كيلو من الدقيق، ما شاء الله يطلعوا كمية محترمة معايا. شايفين الخميرة اما اتنشطت؟ الفقاعات دي عشان هي خلاص ما شاء الله الخميرة كويسة نشطة. بنزل باللبن والخميرة على الدقيق وابدأ اعجن فيه. دول نص كيلو لبن على 2 كيلو دقيق. بكمل العجين اللي معايا بمية يا جماعة، بس اهم حاجة اخدمه كويس اوي وانا بعجنه، يعني اعجنه كويس عشان تطلع النتيجة معايا حلو. العجينة لمت نفسها خالص، لمت كل الدقيق اللي حواليها قد ملو ايدي. شوفي، ادي 1 2، دول بس زيت، مش زيت كتير خالص، قد نص كوباية شاي مثلا. بغلف العجينة كلها بالحبة الزيت اللي انا حطيتهم. هركنهم بقى واسيبهم يخمروا مع بعض. بيغيب قد ساعة. انا ما حطيتش بودر يا جماعة، ملوش اي لازمة خالص البودر، الخميرة وكفاية وهتطلع حلوة قوي النتيجة. شايفين العجينة وملمسها ناعم ازاي؟ رشة دي بقى على الصينية وابدأ اقطع او اكورها على حسب الحجم اللي انت عايزة الرغيف يكون قده. لو كبير بتقطعي كبير، لو صغيرة بتقطعي صغيرة. هركنها قد 10 دقايق عشان ترتاح تاني يا جماعة، اما اجي افردها تتفرد معايا بسهولة. شايفين ما شاء الله العجينة حلوة معايا ازاي بتتفرد ازاي؟ سهلة خالص في الفرد. انا عجنها كويس وسبتها ارتاحت. افردها بقى. دي الفرارة معايا بتساعد زي ما انتوا شايفين كده. انا مش بخليه سميك قوي او رقيق قوي، وسط، عشان يطلع طري معايا برضه. على قماشة نضيفة وببدأ ارص العجين اللي معايا اللي انا فردته، عشان هسيبه يرتاح كمان شوية. هعمل باقي الكمية كلها بقى زي ما انتوا شايفين كده. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسونيش باللايك والشير واشتراك يا جماعة، وجربي طريقة العيش دي واعمليها وقولي لي طلعت النتيجة معاكي ازاي. زي ما احنا شايفين كده. دي كمان واحدة. بصراحة النتيجة حلوة قوي، وما حطيتلوش بودر. البودر مش بيعمل حاجة غير بيخلي الرغيف يتنفخ بس. بس انت لو مخمراه كويس او سبتيه يختمر كويس هيديكي نفس النتيجة. هسيبه بقى يرتاح شوية، مش هشغل عليه النار دلوقتي، مش هسويه دلوقتي خالص. دي كل الكمية اللي معايا. القماش اللي انا فردت عليه العيش يا جماعة ده انا مخصصاه للمخبوزات بس. بشغل النار وببدأ اسويه. انا بخلي النار متوسطة، انا عايزاه يستوي كويس. شايفين ما شاء الله الرغيف متنفخ معايا ازاي؟ النتيجة هايلة. النتيجة ما شاء الله هايلة. وال2 كيلو دي طلعوا معايا كمية محترمة، اللهم بارك. شايفين ما شاء الله. شايفين العيش في الفرن، اللهم بارك.
شوية مية وشوية خميرة وشوية دقيق، وزي ما انت شايف تطلعي احلى شوية عيش زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. ينفع بقى في السندوتشات، في الفول والطعمية، ويا سلام عليه في الكفتة. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعة، واشوف وشكوا على خير في فيديو جديد. شايفين ما شاء الله، شايفين العيش، اللهم بارك. يلا اشوف وشكوا على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.